خرجوا يمتطون هذه السيارة البيضاء في رحلة صيد ترفيهية إلى هذه الغابة ذات الأشجار الشائكة والمتشابكة التي يكسر فيها طائر القمر صيدهم المنشود. وبعد سلكهم لطرق الغابة الوعرة استقروا في هذه المنطقة وجعلوها مقر إقامتهم طوال الرحلة. أنزلوا جميع مستلزماتهم وأوانيهم بشيء من الفرح والمزاح. نزل البندقية وشرعوا في تعبئة بندقيتهم بالهواء استعدادا لبدء رحلة صيدهم المنشودة. إذن بدأت رحلة الصيد. ها هو أيمن القناص الذي لا تخطي طلقاته، هو صاحب هذه البندقية، ألفها وألفتها. يعاونه بعبوش الذي يقوم بجمع ما اصطادوه من طيور القمر. وهذه هي الغابة بأشجارها الكثيفة. تمكن أيمن من رؤية قمرية أخيرا، وها هو يهيئ نفسه لاصطيادها. خرجت الطلقة لتعلن مقتل أول قمرية في رحلة صيده. وها هو بعبوش يذهب لالتقاط ما حصدته بندقية أيمن. وها هو أيمن يصطاد مرة أخرى. فلنذهب لنرى. الأرض مليئة بالأشواك، ولكن لا أحد يكترث لأمرها. وها هو بعبوش يمسك بالقمرية فاصلا رأسها عن جسدها ويضعها في كيسه المملوء بطيور القمر. وبينما أيمن وبعبوش يمارسون عملية الصيد، ها هو بكري يعمل على إعداد طعام الإفطار. يعاونه صالح في إعداد قهوة الشرق ذات المذاق الجميل. إذن حان الآن وقت الإفطار. جلسوا جميعا يتناولون إفطارهم بنهم وفرح قامر. وبعدها ترشفوا قهوتهم مع مناقشة بعض أمور الحياة في أنس جميل، لتبدأ من جديد رحلة الصيد. وها هو أيمن يصطاد قمرية أخرى، وبعبوش يمارس ذات عمله بفصل رأسها عن جسدها وإدخالها في كيسه المملوء بالطيور. وها أنا ذا أمارس
عملية الصيد أيضا وأجرب حظي. وها هو صالح يقوم بعملية الطهي والكل في حالة ترقب وانتظار. والآن ها هم يأكلون ما جادت به رحلتهم اليوم من صيد في نهم واندماج تام. وها هو قرص الشمس يبدأ بالنزول في إشارة إلى انتهاء هذا اليوم. حملوا أمتعتهم وغادرت سيارتهم وها هم ينهون هذا اليوم بالقناع بعد رحلة كانت من أجمل التفاصيل. عايزني أعود بعد ما نسيت يا قلبي